السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة مطبخ فتيحة تيفي. اليوم غادي ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفة ديال البطاطا ان شاء الله مبشورة مع واحد القريعة خضراء وحده وخمسة البطاطات مبشورين على هذا الشكل هذا. بعد ما صفيتها من الماء ديالها ان شاء الله بحول الله غادي نحيدها ونبدا معكم الوصفة. ودابا ان شاء الله غادي نضيف على هاد البطاطات وهاد القرعه خضراء او كوسه وحده، غادي نضيف 4 ديال البيضات، غادي نضيف بصله مشنفه على هاد الشكل هذا، كذلك غادي نزيد الربيع، ثومه مقطعه على هاد الشكل، فلفله حمراء 2 ديال الحبات ديال الفلفله حمراء ووحده خضراء. بعد ذلك غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال الدقيق الممتاز الابيض، كتوابل غادي نضيف نص معلقه كمون ونص ديال الابزار، وهنا الملحه على حسب الذوق. وغادي نحرك جيدا هاد العناصر. دابا غادي ندهن هاد الورق هذا بالزيت كما كتشوفوا. هذاك الخليط فرغته في هاد اللاطه هذه، غادي نسرحو مزيان ان شاء الله بحول الله. دابا غادي ندخل ان شاء الله هاد البطاطا، هاد الوجبه الرائعه ان شاء الله للفران ان شاء الله باذن الله السميع العليم، ونتلاقى معكم من بعد باذن الله. في المقله درت الزيت ودرت بصله وحده غادي نشحرها باذن الله. شحرت لينا البصله، غادي نضيف دابا قطع صدر الدجاج، عندي هنا صدر ديال الدجاج اللي ضفت عليه هاد الفلفله الوان حاره كتبقى اختياريه، نتوما قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نضيفو يتشحر باذن الله ونتلاقى معكم. الصدر تيتشحر ان شاء الله باذن الله، كنت غطيتو، غادي نضيف له هاد التوابل هادو اللي هي الكمون والابزار والملحه باش يشرب ديك التتبيله ديالو. وخدا ديك التتبيله ديالو غادي نضيف له فلفله حبه وحده خضراء وزوج حمرين والربيع، تشحروا معاه. بعد ما تشحر الدجاج والفلافل وداكشي غادي نضيف فرomاج وموتزاريلا واحد الكميه بحال هكا، غادي نرجعو فوق النار باش يزيد يتشحر. وجدت لي هاد البطاطا ديالي كما تشوفوا واجده، الحمد لله ما متسقه ما والو، ما لصقاش. غادي نقطعها بهذا الشكل هذا، ان شاء الله ونتلاقى معكم. مرسوات غادي نقلبها بحال هذا الشكل هذا، غادي نوضع الحشوه اللي انا صايبت من قبل. غادي نطويها هاك بكل سهوله، غادي نطحها في اللاطه ديال الفران. وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل نتلاقى معكم. بعد ما وليت ديك البطاطا وهمرتها بالحشوه اللي انا وجدت، دابا غادي ندير لها الفرماج موتزاريلا من الفوق
شاء الله. بعد ما ندير لها الفرماج ان شاء الله غادي ندخلها للفران ونتلاقاو في الشكل النهائي باذن الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا اللي صايبت معكم بالخضره. كما كتشوفوا جات رائعه هذه الوصفه هذه. تنتمنى من الله تعالى تجربوها بنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كي جات يا سلام. فاذا اعجبكم الفيديو ما عليكم الا ديروا لايك وديروا اشتراك ليصلكم كل جديد. في امان الله وحفظه ورعايته.